انا كنت داخله الكليه استنى بس، داخله الكليه 58 كيلو، طالعه منها 72. حسبة السنه عامله كام كيلو؟ السنه واقفه عليك بكام كيلو؟ مش جايبه تقدير كام؟ مش ولك التعليم انتهى في الاخر انك ما استفدتش باي شهاده تعليميه خالص، ولا شهاده من لا الثانويه العامه ولا البكالوريوس ولا الماجستير اشتغلت بيهم. شهاده لا. من جامعه او ولا ثانويه عامه ولا كليه ولا ماجستير ولا الجلاشه. بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاستكم الاروع والافظع والامتع على الاطلاق. يا رب. الحزانه بدري. كيفك يا حزينه؟ حزينه بدري يعني جيت متاخر يعني بس بحاول اطمن كده. قال لك كوني فرحانه ولا لا بقى الف لا بعد لا هي لا تكونوا مبسوطين يا عم لا 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 لا. النهارده معانا يعني حلقه هتبقى يعني ممتعه وهتبقى شيقه لابعد حد. ايوه فاتمنى ما اجرحش حد، احنا هنجرح الناس كلها وما فكرش حد، لا وما رجعش الجراح بتاعت زمان. لا. عارف المثل اللي هو ايه؟ ليه الدنيا تحطي على جرحي كولونيا؟ احنا جايين نحط الكولونيا النهارده. كولونيا لافندر وخمس خمسات، الراعي الرسمي لحلقه النهارده من موضوع شيق وممتع. أيوة. كل الناس بتحبه. ايوه لدرجه ان انا بحاول انساه بالظبط. الثانويه العامه، البعبع، الثانويه العامه. خلاص يا سيدة انا خفت. بما ان احنا داخلين على ايام ما يعلم بقى لربنا ايوه ايام ذكريات بحاول انساها، والنتيجه بقى والتنسيق والكليه دي طلعت مني على نص درجه، والتوزيع الجغرافي. انا جاي دي تنفس وانا بحكي. خلاص يا سيد لا اله الا الله. فالنهارده هنستعيد الذكريات والالام والجراح واللي عدى واللي راح. كفايه الناس قطعت شرايينها في اول دقيقه. هنبدا باهم يوم في حياه اي انسان مصري معاصر. يوم نتيجه الثانويه العامه. كنت دفعه كام يا مي؟ 2008. 2008 دفعه الفيزياء. كنت دفعه الفيزياء. كنت علم رياضه. هو النحس هو كان نيله. انا عرفت النحس جاي منين. جبت كام في الفيزياء بالتحديد في السنه دي؟ الفيزياء كنت جايبه حاجه و40، هي كانت من 50. كنت شاطره انا اصلا. كنت جايبه يا 43 يا 44 حاجه كده كده. في السنه بتاعت ايوه الله اكبر. الله اينشتاين يعني. أيوة. ما شاء الله. جبتي توتال كام؟ توتال بص، اصل انا من نظام استغفر الله العظيم القديم شويه، وحاول شيلها في المونتاج. ايه النظام القديم؟ يعني كان زمان الثانويه العامه سنتين وبتجمعوا على بعض. ايوه ما انا كنت ايوه ما احنا نفس الدور من سيد الله ست يعني. لكن في نظام اللي هو الجديد اللي هو ايه سنه واحده اللي هو اللارج، ثالثه ثانوي بس. ايوه احنا كنا الاكس لارج. احنا البرو ماكس. ايوه. فانا كانت في ثانيه جبت مجموع، وانا كنت علمي علوم في تجيب المخده دي، عايز مخده زي دي. حاسس ان هي هتضيف للفيديو. يبقى دارك كرش شويه. الثانويه العامه ثانيه ثانوي كنت علمي علوم. اتبدلي ببربل يا رب خد الاورنج يليق مع الاسم. الاورنج القرف ده. طب ما كان ايه طيب خلينا نخلص الثانويه العامه. يلا ماشي. المهم ايه، انا كنت في ثانيه ثانوي علمي علوم، جبت مجموع لا يشفع ولا ينفع ولا يدخلني حتى. كام في المية؟ كان التوتال بتاع المجموع كان 94، اللي هو سنتين مع بعض. لا التوتال كله 92 و3. اوه ماي جاد. ده مفيش حاجه كده. ايه ده ما انا هقول لك، ما انا في سنه ثانيه دخلت جمعيه هيرفضوكي بالك بالكليه. اصبر بقى. جيت في سنه ثانيه دخلت كنت علمي علوم، فجبت 94، فدي ما دخلنيش حتى كليه علوم من الباب الوراني. يعني لا هلحق لا صيدله ولا اسنان. سلم الهروب خالص. سلم الخدامين. سلم الحريق. أيوة. بتولع ورا. فما كانش ينفع خالص المجموع ده. ما دخلتش علوم. فجيت في ثالثه غيرت بقيت علم رياضه، وانا ما بكرهش في حياتي قد هو ده ينفع؟ كان ينفع. على امل تخش هندسه. على امل اخش هندسه، وانا ما بكرهش في حياتي قد الرياضيات. ايوه بكرهها كره العمل، لان انا كنت معقده من مدرس في ابتدائي. اوه ماي جاد. دي تروما تانية، نبقى نعمل بودكاست تاني عن الترومات المدرسين والعقد النفسيه. والله لا. ده بجد والله. ايوه ما ايام شوف ما فكرنيش. نعرف مدرس كان بيطفي شمع في قفا طلاب. ايه الاذى ده؟ الله يرحمه. لا مش الله. ما هو التاني ده برضه الله يرحمه يا مستر مجدي. ماشي يلا مش مهم. يلا ما تجوزش عليه غير الرحمه. لا انسى لو هذا ما تجوزش عليه غير الرحمه. لا تجوز عليه. ايوه ماشي. اقول عليه حاجات كتير قوي. كمل. هو اذكروا محاسن موتاك مش هذكرها. هو بودكاست اسود. يلا كمل. المهم رحت ايه بقى، دخلت علم رياضه. ايوه.
واتفاجئت ان في فروع كتير للرياضه. ايوه في فروع كتير طبعا. انا حساب مثلثات، جبر، ميكانيكا. ايوه ماشي يا باشا، انا جايه من كيمياء، انا مش جايه من الحفظ واللت والعجن. المهم يعني انا جبت المجموع ده في سنه. الرياضه دي بتاعت البشوات، مش اي حد يبقى علم رياضه. كملي. المهم يعني ايوه انا لما جيت في تانية ثانوي وجبت المجموع ده، قلت لماما استحاله تكون دي درجاتي. انا كان بص يعني ليه اقول لك كان في حاجه غلط. انا في العربي جايبه 28.5 من 30، يعني ناقصه درجه ونص ممكن يبقوا في التعبير اصلا. فمش ناقصه حاجه خالص، كنت شاطره قوي في امال ايه اللي ناقصك جامد؟ الكيمياء. هو اللي يسقط في الكيمياء يشتغل في الاحياء. طب والرياضه؟ هقول ما انا كنت علمي علوم في الاول بقول. انت كام في سنه ثانيه؟ ليه بقى نزلوني النازله دي؟ والانجليزي كنت 25 من 25. الالماني 30 من 30. فمقفله كله. ايوه جيت واحنا بناخد الدرجات النتيجه فجاه ايه اللي حصل؟ كيمياء ايه جايبه فيها كانت من 50 كنت جايبه مش عارفه 38 39 حاجه كده. ضربه قفل دي قفلت الدنيا، فقفلنا الباب ونروح بقى بعد كده. راحت ماما قالت لبابا ده الرقم ده دي مش درجات بنتي. ان لما جمعوا انا عارفه بنتي كويس. قال لها قالت له خلاص احنا ايه نعمل لها كشف على تظلم. رحنا احنا عندنا انا من اسماعيليه انت عارف، كان عندنا حته اسمها المجمع التعليمي ده بيبقى فيها الورق كله. رحنا عملتوا التظلم؟ عملنا التظلم. كان في حاجه؟ طلعنا البتاع ده كراسات الاجابه. ماما بدات تقلب في الكراسات، كل اللي في الاول درجات متقفله مش ناقصه نص درجه في ايه اللي حصل بقى؟ في ورا كانت تجربه. فانا عشان اسم الله عليا نصحى، انا انت عارف انا عندي فن ابداعي بحب ارسم. فكانت في تجربه في معمليه بالرسم، فانا رسمت في صفحه والتجربه كاتباها في ظهر الورقه. فهو شاف الرسمه راح عامل لي عليها اكس وشال لي الدرجه 10 درجات. طب خدتوها؟ لا ما احنا قلنا ماما ندهت يومها الراجل المشرف تعالى طب شوف مش عارفه. لا احنا مجرد تجميع درجات، لو درجات اصلا هي واخداها وما اتجمعتش، لكن طالما انت شايفه ان هي كانت حله وما اتحسبتش لا دي بقضيه. فما قالت لي هيخلينا ادفع لك في القضيه. لا كملي في ثانوي عادي ونقلت علم رياضه. يعني لو كانت دفعت لك ودخلت هتعمل ايه يعني مثلا؟ المهم دخلت علم رياضه جبت مجموع، نخش في مرحله التنسيق واقول لك جبت مجموع في قصدك بعد الثالثه يعني؟ في ثالثه بقى يعني كنت جايبه 92 بقى توتال كله 92 و3. وهندسه كانت كام؟ هقول لك هندسه سنتها 92 و3 دي جابت لي تنسيق هندسه اسيوط. وما كانش ساعتها في توزيع جغرافي. ما كانش في توزيع جغرافي، مفيش حاجه اسمها تقليل اغتراب. احنا برضو الدفعه القديمه. ايوه كنا بنعمل ايه؟ بتروح سنه تجيب وترجع. جيد وترجع. فاكر النظام القذر ده. واحنا في اسماعيليه كان سنه ما انا دخلت الكليه او دخلت الجامعه كان اول سنه لكليه هندسه اسماعيليه. ده والله. طب يا باشا اعملوني استثناء مش عارفه صح ما كانش في هندسه اسماعيليه. كانش عندنا، كان هندسه بورسعيد بس. ايوه قال لك لا هندسه اسماعيليه واخده من 93. طب ما جاتش على 7 من 10. يعني اعتبروني ده انا حتى بنت بلدكم بنت منطقتكم خدوني معاكم. قالوا لك لا فانت قلتي مش رايحه السيوط. فراحت كنت مرحله اولى. راحت ماما لغت الرغبه. كنت انا برضو عامله اختبارات اللي هي كليه عماره فنون تطبيقيه. ايوه بحب الرسم. ايوه فنجخ. فكنت واخده لائق. ايوه فلما ماما لغت في المرحله الاولى دي جات لي في المرحله الثانيه كليه عماره حلو. المهم يعني رفض ماما ايه؟ لا انا بنتي ما تسافرش. طيب بنتي تتعلم جاري. اخترت حاجه في اسماعيليه؟ لا جيت بقى في مرحله تانية جات لي كليه فنون تطبيقيه قسم عماره في حلوان. سفر برضو. لا اله الا الله. راحت ماما قايله لا بنتي كله الا بنتي. كله الا بنتي ده هي الوحيده تقعد جنبي. انا عايزه كليه في الانتريه هنا. مش عايزه احط في علامه مواصلات. المهم فجاه بعد ده كله لقيت نفسي مرحله ثالثه. جيت بقى في المرحله الثالثه كانت كل الكليات قفلت، حتى تجاره واداب كانوا قفلوا في اسماعيليه. فما فيش بقى. لقيت ايه بقى؟ فكان في كليه لسه بتفتح جديد عندنا اسمها كليه تكنولوجيا تعليم. ايوه دي فرع من فروع تربيه نوعيه وما كانتش موجوده عندنا في اسماعيليه برضه. كان اول دفعه فحطوني فيها. كانت كام في المية اصلا؟ كانت بتاخد من تقريبا من 60 70. الله، يعني انت ضحيتي ب 30% ما شاء الله. فذاكرت ليه بقى وعملت ليه؟ وعمال احرت 25 فكانها يقرب من كرداسه. وكنت قعدت في ادبي ولا لا بس كنتش اخش تكنولوجيا لان هي كليه علميه. ايوه يعني انت في الاخر دخلت التكنولوجيا دي؟ دخلت التكنولوجيا دي اسمها كليه تكنولوجيا التعليم والتربيه. دي بيعلموك ايه؟ ما انا هقول لك الكليه دي برضو كانت اول سنه تفتح. بس ده انا حظي في التعليم ما شاء الله. اكسبريس. لا في الحقيقه عامه. شكرا يا سيد. المهم كانت اول سنه الكليه دي تفتح عندنا. ايوه فاذا ملهاش ايه؟ دكاتره.
لسه اصلا ما تعاقدوش مع حد، ما خدوش حد نظام الاحتراف حتى من جامعه الزقازيق. هم بقى عملوا كده، جابوا لنا دكتور، دكاتره مع انتساب، جابوا دكتور من جامعه كفر الشيخ. فيعني كان بيجي لنا بيتحرك من بلده الساعه 5 6 الصبح. كان يوم كل يوم بيجي من كفر الشيخ؟ لا بيجي لنا 3 ايام في الاسبوع. او ساعات يومين. المهم بس الايام دي بيجيها من كفر الشيخ، مش بايت مثلا هنا؟ لا مش بيبيت. فهو كان في يعني من قريه كمان في كفر الشيخ، فكان بيجي لنا مواصلات. ده هيخش يشرح لكم عذابه في الحياه يعني. ليه ازاي عانى في الحياه؟ بيطلع من بلده الساعه 6 الصبح. كنت تغير الكليه بسبب الدكتور ده مثلا؟ قولي لما الدكتور نفسه لما تجيبوا دكاتره بقى جاي منتهي هيديني ايه؟ مش فاهم. فيعني كان بيوصل كام سنه اصلا كليه؟ 4 سنين. كتير والله عليك. كتير عليهم فعلا. المهم فهم لما لقوا ان احنا حالتنا كرب كده، قال لك بس الدفعه دي دخلوها تاخد المواد التخصص مع كليه حاسبات ومعلومات. دخلتوا في قسم يعني في نفس الكليه بتاعت حاسبات ومعلومات؟ خدتوا قسم بقينا ناخد المحاضرات مع حاسبات خدوا ريحه حاسبات ومعلومات. والمواد التربويه تاخدوها مع كليه التربيه. فكان عندنا انفصام في الشخصيه. يعني كنتوا بتوع كليتين؟ ايام مثلا بتوع حاسبات ومعلومات. انت بكالوريوس ميكس اسمه تكنولوجيا التعليم والتربيه. انا معايا بكالوريوس بروحين. ايوه عارف الفيشه دي؟ ايوه عارف. هو ده زي الخلاط كده 2 في 1. ايوه هو ده. كنت ده انا هقول لك بقى الافيه الاعلى بس عشان حرب الثانويه العامه دي بلا هدف والله العظيم. المهم رحت ايه بقى، قلت لهم انا بس راحت سنين المذاكره والكلام ده. انا كنت من الاطفال اللي هم انا لما بحب اتسلى احبش ازلب. كنت بتاع دوده قرايه. قلت لهم انا اريد ان افعل الموبقات. انا عايزه بقى ايه؟ امارس الرياضه وانزل بقى امثل جيم. وانا كان عمري ما مثلت يا زين. نزلتي بقى مسرح؟ قالوا لي بصي في مكتب هنا اسمه رعايه الشباب في كل الانشطه. دخلت دار الرعايه؟ عارف انا دخلت لهم قلت لهم السلام عليكم، انا بلعب سباحه وعايزه يعني كنت بلعب سباحه وعايزه امثل. بلعب سباحه وعايزه اشترك عندكم. حسيت في السباحه ان انا عندي روح التمثيل. هم قالوا لي ايه، اعملي استماره لكل الحاجات اللي انت عايزاها. فدخلت شفت الانشطه اللي عندهم، لقيت تمثيل ومسرح، جواله، علمتي صح، سباحه، كله سلكت بجد. قالت لي كده كنترول ايه محتاجين منك 8 صور عشان نعمل لك 8 استمارات. قلت لهم ماشي. رحت رايحه مطلعه صور ومديها لهم وعملت استمارات. دخلت في كل الانشطه؟ دخلت في كل الانشطه. لان انا بص بقى، ما انا لا مذاكره انا مش عايزه. مثلا واحد كان في التمثيل يا بنتي تشوتي في التمثيل مالكش دعوه. بعد كده رحت الكشافه طلع بمليون وش. لا حول ولا قوه. طلع بمليون وش في الكليه. انا يعني الشهاده لله رصيف الجامعه كان بيشتكي مني. ان شاء الله ان شاء الله. ده انت نسمه الله يبارك. انت يعني اخف طالبه دخلت الجامعه ما شاء الله والله العظيم. وما زالوا بيحبوني، ما تقولش كده. اللي ماتوا دول ضحايا. ليه ضحايا؟ كلهم اموات دلوقتي. كانوا بيحبوني قبل ما ينجلطوا. الله يرحمهم. والله العظيم كنت بنكش الناس يعني. ايوه. المهم بعد كده من اول سنه مسرح بقيت اخد جوائز في التمثيل وانا عمري ما مثلت. قلت لهم ايه ده؟ طب ما حلو الموضوع ده، ما يلا بينا. فبقيت امثل في الكليه ومش عارفه ايه، وضيعت بقيت يعني انا لو اليوم في 4 ساعات محاضرات، في 4 بروفات وفي 4 كورسات. حلو. انا كنت مقسمه اليوم كده. ايوه. وكده بيتبقى كام ساعه في اليوم مش فاكره. هم 8 كده ساعات 12 كده. يبقى فاضل 12 تانيين بروح اكل في 4. ايوه تاكلي في 4. انت دي مش افيه، دي حقيقه. بتروح تاكلي في 4. تاكلي في 4 بني ادمين. بس بوزعها. باكل في 4 ساعات بس بوزعها يعني. عارف زي ما بيبقى الشفت 9 ساعات وساعه بريك. ما بروح اكل في 4 دي ايه يعني؟ ده يعني تعبير يعني قذر. ما اقول طب اقول لك اثبات كلامي ايه. انا كنت داخله الكليه بس داخله الكليه 58 كيلو طالعه منها 72. حسبة السنه عامله كام كيلو؟ السنه واقفه عليك بكام كيلو؟ مش جايبه تقدير كام؟ يا السنه واقفه عليك بكام كيلو؟ فزايد 14 تحسبوها بالكيلو ولا بالتقدير؟ لا بالكيلو. بالنيه. كل ما وزنك يكبر فرصتك في النجاح تكتر. جامعه ايدي والله، جامعه ايدي. مين دكتور السمنه صاحب الجامعه دي؟ والله العظيم. والله العظيم. الحمد لله. ما يجيبوش كليات لما عندنا في الثانويه يعرفونا في الكليه. خلينا اخلص بقى. ايوه يا المهم جيت بعد كده في ما خلصت الكليه. يعني قبل ما خلصت الكليه كنت واخده مثلا 12 شهاده كورسات. ايش صيانه كمبيوتر، على شبكات، على مش عارفه. اشتغلت في الحرفيين بقى. فيها لقمه عيش حلوه برضه. طلعت ايه؟ لا. المهم اتخرجت من الكليه يا رجاله، عايزين نتعين بقى.
تعالي في ايه؟ ما اصبر بس. انهي مجال؟ درست تقريبا كل حاجه. ما انا اشتغلت في كله. ايوه يعني اي حاجه بقى انا شغاله معاك. كهربائي سيليسيون كهربائي سباك نجار اي حاجه انا معاكم. وكنت باخد بقى يعني ورش مسرح واخد عشان كده حاجات مريبه يعني. المهم طلعت من الكليه عايزه اشتغل. اشتغلت فروحنا بالبكالوريوس عايزين يا جماعه في التوجيه بتاعنا البكالوريوس بتاع ايه بالظبط، لان احنا كنا ايوه اول انت دفعه. درستي ايه؟ مش فاهم الورقه دي تعني لي بتاعي اعمل بيها ايه؟ انت عارف انا درست تكنولوجيا. فروحنا اللي هي التوجيه بتاع تكنولوجيا تعليم عايزين وظايف وكده. قلنا بص احنا لسه لغايه دلوقتي ما عندناش مسمى وظيفي البكالوريوس انتوا موظفين بيكم اصلا. فانتوا رحتوا تشتغلي سباك. فايه قالوا لي بس حاجه من 3 هتشتغلي اخصائيه معمل اللي هي بتمسك حاسب الالي، معمل الحاسب الالي دي، يا اما اخصائي مكتبات لان احنا كنا بندرس مكتبات، يا اما اللهم صل على النبي يعني تخشي بقى في المدرسه حاجه اداريه اللي هم بقى عارفها اللي هي اللي زي التدبير المنزلي. لا مشرف اللي هم كانوا بيجيبوا لنا رز بلبن والدقيق. ده ايوه كنت لا ده كانوا هيدخلونا اشراف اللي هو ايه نعمل ندخل بيانات دول رز بلبن يا ولاد بقى كده نقول لكم مكوناته عشان تعملوه كلكم يجي لكم اسهال تمام يبقى كده باظ 92% لغايه مستقبلك تعمل رز بلبن. كنت تعمليه من الاول يبقى كلام امك كان صح. مالهاش لازم نراجع الورق ده نهايتها رز بلبن والله العظيم. فجيت بقى في الاخر ايه قلت لهم والله ما انا شغاله الشغلانه دي. وبدات بقى اشتغلت معانا لا مين ده انا جيت بعد كده اشتغلت صيانه كمبيوترات، واي حد عنده مثلا في مكتب عايز يركب شبكه نت اروح اركبها له. حد عنده لابتوب او تابلت بس حلو والله يعني انت يعني شفت لك سكه يعني. اي حد عنده ما قعدتيش يعني بس برضو شغل اللي هو عارف بالقطع. ايوه ما عنديش مكتب ما عنديش مرتب 012 مي بير بيس. فقلت بس خلاص مش هقدر اكمل في ده. احنا عندنا في تربيه مش زي بقيه الكليات تحضر ماجستير على طول، لا بتاخد سنه حاجه اسمها دبلوم مهني وبعد كده دبلوم خاص وبعد كده الماجستير. فخدت الدبلوم المهني وخدت الدبلوم الخاص وخدت التمهيدي على اساس ان انا خلاص بقى اكمل. احنا لو حسبنا كام شهاده خدتها ببات سنه كتير قوي. انا ما عندي درج فيه شهادات بس بالظبط. مش عارفين لغايه دلوقتي انت وظيفتك ايه برضه. يعني انت عارفه انت الناس اللي هم على الفيسبوك دول اللي هم اسمهم ايه على الجروب دول مجهولين دول انا مجهول الاول بالظبط. فايه خدت بعد ما خلصت الكليه والماجستير انا كنت عايزه اخده عشان اروح. احنا عندنا الجامعه اسمها جامعه سينا وعندنا كام جامعه كده قريبين في الطريق من القاهره للاسماعيليه. قلت اشتغل مدرس مساعد وابقى احضر الدكتوراه براحتي. ايوه عشان اوريك بس ان امي وقفت كتير قدام مستقبلي. الله يسامحها. لان هي كانت زماني دخلت هندسه بس مش عارفه كنت اعمل ايه يعني. هي نفس الجلابيه والله ده احسن قرار هي خدته يعني ندمان والندم بيقطعه. المهم جيت بعد الماجستير سعيت ان انا اجيب منحه واروح اكمل بره لان انا كان حلم حياتي من زمان من ايام ثانوي ان انا اسافر بره مصر. ايوه هو بني سويف كده يعني. ففي حاجه اسمها منح فول برايت دي منحه مدفوعه بالكامل انت ما بتدفعش حاجه. فقلت لهم خلاص ماشي. فاكرها. قدمت عليها وقبلت. ايوه بعتوا لي يا سيد عشان امك قالت لك مثلا بالظبط. بس اقول لك حسن امك كانت حلوان اصلا بره مصر ايه. المهم جالي في معهد اسمه معهد في امريكا كده يعني مش هينفع اقول اسمه عشان مش ناقصين وجع دماغ. طبعا رئيس المعهد والله لغايه دلوقتي يا سيد وبزعل كل ما اشوفه بزعل. على على باب الشقه او حطوا فيه عميه قراطيس عشان عمك بتاع الطعميه اللي بيعمل. المهم جات لي المنحه ويلا يا ست الكل اعملي بقى ايه في خلال 45 يوم خلصتي شهاده التحركات واختمي الورق من الخارجيه. رحت اتحركتي في شهاده التحركات؟ انا اول ما الورق جه على البيت ماما عملت لبابا مناحه. البيت هتسافر امريكا 4 سنين تكساس. يرضيك يا حاج كده البيت الحاج عبد الرحمن. البيت تروح تكساس وهيوستن كانت ولوس انجلس. كانت الجامعه اصلا في اسمها في فلوريدا. البيت تروح فلوريدا وانت مسيحي يا حاج عبد الرحمن. افرض تمسح لي هفها يعني معلش يعني يا عم يا ريته لهفني عشان تبقى فاهم بقى. هتسيب بنتك للتماسيح يا حاج. بس فلما ماما رفضت ان انا اسافر قعدت بقى اكتئبت بقى في ارض الجمعيه. من تكساس لارض الجمعيات. لا جينا بقى بعد كده
قلت لهم خلاص انا لا شغاله ولا عايزه اعمل حاجه، وانا خلي تمرد امراه. خلاص بقى اكتئاب، ولما كل ما اسعى لحاجه لا تغلق باب ما انا سايبه الاصلي. ايوه. جينا في اول 2016 والدي تعب وقعد تعبان سنه لغايه ما توفى الله في اول 2017. فهنا كانت القشه التي قسمت ظهر البعير. اشتريت منها وكان يا مصبر بقى بعير ايه. فكان لازم اللي هو ايه يلا خطوه انزلي اشتغلي. خدتي بقى قرار بقى انك تستقلي بقى وتبداي كارير ابقى بني ادمه بقى. يعني مشوارك التعليمي انتهى في الاخر انك ما استفدتيش باي شهاده تعليميه خالص، ولا شهاده من الثانويه العامه ولا البكالوريوس ولا الماجستير اشتغلت بيهم، ولا كل الدبلومات والحاجات. لا انا كل الحاجات اللي انا اشتغلت بيها اللي هي الكورسات الخارجيه بتاعت الشبكات والكمبيوتر. ورحت خدت ايلتس لان كنت هسافر فكنت عاملاها الانجليزي. أيوة. لكن شهاده لا. من جامعه او ولا ثانويه عامه ولا كليه ولا ماجستير ولا الجلاشه. اتعلمتي تقري وتكتبي يعني من الاخر. معلش شهاده ان لا اله الا الله. محو الاميه كان يوفر لك السكه دي كلها مثلا، وتاخدي في الاخر برضه ايلتس عادي. خدت الشهادات دي بقى واشتغلت اي تي حتى الان. مشوار امراه زي شباب امراه كده. ده يعلمنا ان احنا نقفل البودكاست ونلغي اشتراك القناه. لا والله انسبسكرايب. لا تفعل زر الجرس ولا تطرق الباب. لا يعني بجد والله ده علمنا ان لا الثانويه العامه ولا الكليه ولا ما بعد الكليه هو نهايه العالم. بالظبط. دي علشان الناس اللي بتلطم بعد نتيجه الثانويه العامه خدوا العبره. انا جايب لكم العبره نفسها اصلا يعني انا بشوف حبايبي كان في اطفال بنات بيجي لهم حالات وفاه بسبب الثانويه العامه. احنا بنشوف حاجه العبط ده على ايه يا جدعان؟ مش عارف والله. ما هو خدوني عظه. اخرك هتقف في المطبخ وتدعي على اشرف جوزك وانت بتقوري الكوسه يعني او ما تتجوزيش اشرف خالص راح دماغك. بالظبط يعني. بس خمنتي لله ستي. احنا ايه اللي خلينا بقى نعمل البودكاست ده؟ احنا ماشيين دي دعوه انتحار جماعي. تعالوا يلا نكدنا على الناس. يلا تعالوا يلا اللي مش طايق مفيش مستقبل مفيش داعي مفيش فايده. لا اله الا الله. الحمد لله. هي الدنيا ما تبقاش. ففي النهايه ده علمنا والله ان نصيبك هيصيبك. يرزق التعبان في قلب الشجره. ايوه بالظبط. والنمله بتاكل في قلب الجحر. احنا بنقول ايه؟ مش عارف. دي الامثال اللي هي تسجل بلا معنى. حشو. لا يعني ان الثانويه العامه بجد والله مش نهايه العالم ولا هي بعبع ولا هي تحطوها في دماغكم. والنصيب اللي ربنا كاتبه لك هيجي لك حتى لو انت استخبيت فيه. ايوه صح. بس صح. وشكرا. حاليا انا بلوجر. يا سلام. في ايه وانا بقول لك توفيت ومقفل ده؟ مش عارف والله العظيم. يعني الناس كانت مستنيه بارقه امل. مفيش يعني اللي حابب لسه قمت طفت لهم لمبه البارقه. يعني اللي كمل بعد الثانيه 30 في الفيديو اتمنى ان هو يكون لسه عايش. يعني اللي وصل معانا لغايه دلوقتي مثلا هو بيتفلتر. يعني الفيديو مثلا لو بدا ب1000 مثلا في 2 دلوقتي بيتفرجوا. يعني الاء ومامتهم هم بيتفرجوا. لا وماما يا اخي. ومامتك. لا مامتك من اول الحته بتاعت حلوان دي هتلاقيها قفلت الفيديو. اما اشوفها بقى لما بنتي بتفضحني. والله لا احرمها من الميراث. اما تيجي بقى انا هعرفها من امها. ان شاء الله اللي عايش منكم يستنى الحلقه الجديده. اللي عايش يعني ويوم ان شاء الله او عايز يعني اللي عايش او عايز في حاله اكتئاب جيده هنصور الحلقه. الله. واشوفكم في حلقه جديده من بودكاست غير سعيد وغير مفيد ان شاء الله. انتظرونا او مش تنتظرونا مش هتفرق. الف سلام. يلا انسبسكرايب.